لما مات قوباد تولى أمر الفرس كسرى أنوشروان، وكان يبغض هذا المذهب الإباحي جدا، فقتل المزدك وكثيرا مما دان بمذهبه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارث بن عمرو لكنه أفلت إلى دار بكلب فلم يزل فيها حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر ابن ماء السماء في نسله حتى كان الملك النعمان بن المنذر، فإنه غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها له زيد بن عدي العبادي، فأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هانئ بن مسعود، وكان سيدا لآل شيبان، وترك عنده أهله وماله وديعة، ثم توجه إلى كسرى فحبسه كسرى حتى مات في سجنه، وولى على الحيرة بدله إياس ابن قبيصة الطائي، وأمره أن يرسل إلى هانئ بن مسعود الشيباني يطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك هانئ حمية، وآذن الملك بالحرب، ولم يلبث أن جاءته مرازبة كسرى وكتائبه في موكب إياس، ودارت بين الفريقين معركة هائلة عند ذي قار، انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس هزيمة نكراء، وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وهو بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام.